تعداد سكان الكرة الأرضية 7.7 مليار إنسان تقريبا. ومجموعة قنوات ناشونال جيوغرافيك سوت دراسة وقالت لو جمعنا كل سكان الأرض ووقفناهم واحد يم الثاني، أو بتعبيرهم كتف يم كتف، وهي زي الكتف شعر لا تطلع عن النص وتخربط. اعتذر اخوان هذا كتفي ما يقعد راحة مرات. اي فلو انجمعنا كنا ب500 ميل مربع، وهي مساحة مثلا لوس أنجلوس، فراح تكفينا كنا. تخيلوا عيني، تخيلوا 7 مليار ملتمين بمكان واحد، وبكل هاي اللمة راح تسمع هواي أصوات. بس إذا سمعت العبارة اللي تقول لا تدفع ولك لا تدفع، اي فاعلم انه العراقيين طيحوا حظ الوضعية. اكو عالم تحب الفلفل الحار، شلون ما ادري. المهم اكو نوع من الفلفل الحار المصنع والمعالج يسموه انفاس التنين، ويصنفوه بدرجة سلاح من قوته، لان هذا النوع حار لدرجة مخيفة فيعتبر مميت. وقلت لك بطل فلفل حار ما تسمعش كذا، يعني اذا اكلت وحدة بس راح تسبب لك صدمة حساسية وتحرق مسارات التنفس عندك كلها وتسدها. الله وياك حبيبي، الله 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 وياك. واللي عالجها وابتكرها مزارع اسمه مايك سميث، ويا علماء من جامعة نوتنغهام. ويقول مايك جربته على لساني، احترق لساني واحترق عمك هم ان شاء الله. ايش هالأذية هاي يا خيه؟ هسه تقولون شنو فائدة صناعته العاد اذا هذا المخبل حتى لسانه احترق؟ يقولون على اساس يفيدهم كعلاج طبي لتخدير الجلد. موفقين ان شاء الله، بس ادروني يعني ما اريد تخدروني اصلا، استحمل. وانت يا عزيزي المباوع الكريم اكتب لنا بالتعليقات تتحمل لو ما تتحمل. جزر الكناري الواقعة قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا، من تسمع باسمها تقول مسميها على اسم طيور الكناري، بس هذا الشيء مو صحيح. فاسم المنطقة بالإسبانية إسلاس كناريز، واللي باللاتينية معناها جزيرة الكلاب، فسموها على اسم الكلاب جل السامع مو الطيور. يلا جزيرة كاملة هيك مسمية، واحنا كلبنا بالشارع يشوفه تقول امشي ولك ابو الجرب. عاد والله لو بمجال يحكي كان قال الفشورة تدور وترجع على صاحبها، اذا فهمتوا قصدي. اما هاي الفقرة فخاصة بالدعابل القصيرين بالطول. يقول لك على الرغم من انه القصار والطوال موجودين بكل مكان بالعالم، بس اندونيسيا هي موطن القصار بالطول وفقا لمصادر عالمية جمعوها بسنة 2017. فلو أخذنا الجنسين الذكر والأنثى يطلع معدل الطول بأندونيسيا 5 أقدام، يعني متر و52 سنتيم تقريبا. ومكيفين على طول هم يردون أكثر، بينما أطول الناس تقريبا يعيشون بهولندا بمعدل طول 6 أقدام، يعني متر و83 سنتيم تقريبا. وينهن القزومات؟ هيا إلى أندونيسيا، راح نكون حزينين على فراقكم والله. روح بلرد زقوشات. أما بالنسبة لأهدأ غرفة بالعالم فأكيد مو غرفتكم خيه، لا تكيفون. انت بغرفتك إذا تسولف بالتليفون ويا جيرانكم راح يقول لك أسمعك عالي واضح، يسد التليفون ليش هالتبذير. فأهدأ غرفة بالعالم تابعة لشركة مايكروسوفت بواشنطن، وقياس الضوضاء بها يبلغ سالب 20.35 ديسبل، يعني أقل بمقدار 20 ديسبل من قوة السمع عندنا، وتعتبر أهدأ مكان بالكوكب. ويوصفها مصمم الغرفة ويقول إذا دخلت إلها راح تسمع بيها صوت الأنفاس، حتى إذا تلف راسك هم راح تسمع الصوت. هسه تقول لي شنو فائدتها؟ ويقول لك فائدتها يا قصير العمر تستخدمها مايكروسوفت لاختبار الصوت لجميع منتجاتها تقريبا، مثل فحص أجهزة الصوت، صوت الكيبورد، الماوس، اللمس مال الأجهزة، المراوح، وحتى برامج الاتصال مثل سكايب وكورتانا وغيرها. واحنا بكل فرعكم مولد إذا شغلها أقرب 6 بيوت يصير بها عصف وزلازل. الله شاهده. إلى متى؟ ويقول لك أطول اسم مكان ومنطقة بالعالم موجود بنيوزيلندا، فالاسم يتكون من 85 حرف. يعني اللي يقولوا له منين انت او يقولوا له اكتب اسم منطقتك راح يسبب له هالشي حموضة بالمعدة. لا تخيل هالمنطقة موجودة بالعراق، كل ساعة موقفتك السيطرة ومنين انت. بهالحالة حتى ابو الحرس يقول لك هاك سلاحي عمي وتعال اقف بمكاني، خرب هالعيشة.
راح اراويكم اسم المنطقة واتركه لكم بالتعليقات، بس ما راح احاول اقرا، لا يا حبيب امك لا، راح اخلي عمو جوجل يقرا، اني ما احط نفسي بمواقف بايخة. Taumatafaka tangi hangako awawa tamatituri pakaka piki manga horo nuka pakai fanuiki tanatahu. Taumatafaka tangi hangako awawa tamatituri pakaka piki manga horo nuka pakai fanuiki tanatahu. توماتا اسم خرط هذا. ويقول لك أجروا دراسة وبحث بين الأعوام 2004 و2016 وسجلوا بيها أبرد درجة حرارة بتاريخ الكرة الأرضية، وكانت الدراسة بالقطب الجنوبي في فصل الشتاء، وسجلوا درجة حرارة تبلغ سالب 144 فهرنهايت. يعني بين قوسين إذا جريت كم نفس بهاي الدرجة راح تتعرض للنزيف بالرئة وتموت. يعني إذا ردت تروح هناك حيكون وضعك هيك، إني أشعر بالبربر بقية بحياتك حبيبي. ويقول لك وفق مكتب المراجع السكانية، لو رجعنا لعدد السكان على الكرة الأرضية من أول ما انعرف الإنسان على الأرض قبل 50,000 سنة وتسجل وجوده تاريخيا حسب الدراسات، لو كل السكان أحياء من ذاك اليوم لهذا اليوم كان بلغ تعداد السكان بالكرة الأرضية اليوم 108 مليار إنسان. يعني بين قوسين عدد سكان الكرة الأرضية اليوم يعادل 7% بس من عدد السكان اللي سكنوا الأرض من البداية لليوم. وانت جاي يشمر علينا بالتعليقات ولك اكو 108 مليار واحد مثلك، بشي لك دودة. ايه. اكو هواية اسماء يستعملوها الناس مثل جون، جيمس، ماري، بس الاسم الأكثر شعبية بالعالم هو اسم محمد، فيحمل هذا الاسم أكثر من 150 مليون إنسان. والسبب أغلب المسلمين يسمون ابنهم مولودهم الأول محمد على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. راح نسوي تعداد ونشوف كم واحد اسمه محمد، وده يشوف الفيديو يترك اسمه بالتعليقات. أما الفقرة الأخيرة فتقول لك موقع يخليك تشوف عدد سكان الكرة الأرضية بالوقت الفعلي من ولادات ووفيات، فتقدر تشوف الأرقام صاعدة ونازلة وتطفر بكل الدول أو بدولة معينة. وبصراحة من شفت هذا الموقع حسيت بشعور غريب، لأن تشوف أعداد بشر قدامك تنولد وتموت باللحظة. فتعالوا خلينا نشوف الموقع وراح أتركه لكم بالوصف همينة. طبعا مثل ما تشوفون هذا هو الموقع، همينة لحقتنا ببجي هنا والكسيح المهم مثل ما تشوفون هنا عدد سكان الكرة الأرضية الحالي 7 مليار و757 مليون، ودي يزيد هذا الرقم وينقص بأجزاء الثواني. الزيادة والنقصان هاي نجيها هنا مثل ما تشوفون. ولدوا اليوم 214 ألف إنسان راح يصيرون 215، اللي ماتوا اليوم 90 ألف إنسان، وهذا المعدل ما زيادة السكان. بهاي السنة ولدوا 5 ملايين إنسان وتوفوا 2 مليون إنسان. أما هاي فكاتب لك شوف كل السكان بصفحة واحدة. يعني راح نجي هنا مثل ما تشوفون يطلع لنا صورة للناس كأنما أرقام وعدد، يعني هذول هسه تشوفوهم كلهم بعد أنزل جوا كلهم الناس يراوك إياهم كنسبة تقديرية. وطبعا مو بس جوا، أكو يمنى ويسرى بعد السلايدر لين يوصل. فاش راح سواني راح نسوي زوم أوت بالبراوزر ونحاول نسوي بس يسرى ويمنى، ودا تشوفون شباب شلون صار. وهذا عدد 7 مليار و700، يعني راح يصير 8 مليار. تشوفوه هسه قدامكم، وننزل لي جوا ونرجع لي ورا خيه. الموقع حلو تقدرون تقلبوه وتشوفوه. دول همين يقسم لك اياها، مثلا الصين 1.5 مليار تقريبا، الانديا همين الهند 1.5 مليار، امريكا 330 مليون، اندونيسيا 270 مليون، وهكذا. اما بالدول العربية فايجبت مصر 100 مليون إنسان بيها. أما هنا في قسم لك إياها حسب المناطق، فآسيا مثل ما تشوفون أكثر شي بيها 4 مليار إنسان، أما أفريقيا 1 مليار إنسان، أوروبا 747 مليون. وهاي الخريطة للكثافة السكانية، فكل ما يصير اللون الجوزي غامق هي المناطق اللي أكثر بيها عدد سكان، فاتح
مناطق قليلة. أما بالنسبة للديانات فالمسيحية 31%، المسلمين 23%، عندك ديانات غير معروفة يعني يجوز ملحدين أو هيك شيء، والهندوس هذا 15%، البوذيين 7%، الفولك همينة والديانات الأخرى ماخذين هاي النسبة. أما بالنسبة لليهود فما مبينين أصلا بالدائرة، والخريطة هاي الجودة تشوفوها تبين لكم توزيع الديانات. واللي يحب يشوف أكثر فيدخل على الموقع ويشيك بنفسه.